أول يوم رمضان خدت على نفسي عهد إن أول يوم رمضان لازم يكون سفرة تفرح القلب وتفتح النفس. كل حاجة لازم تكون متخططة كويس. أول حاجة كنت بطلع البطة من التلاجة، أغسلها كويس قوي بالملح والليمون وأنضفها واحدة واحدة وأنا بقول بسم الله. بعدين أحطها تتسلق في حلة كبيرة مع بصلة مقطعة وورق لورا وحبهين. والله الريحة دي كانت بتملي بيت كله. وفي نفس الوقت كنت ببدأ أجهز المحشي. كنت بفرد ورق الكرنب قدامي على الترابيزة بعد ما اسلقه، وأبدأ أحشي رز متعصفر بالصلصة والبصل المقلي والتوابل. ربنا يعلم الريحة كانت تخلي الواحد يجوع وهو صايم. والبطة لما تستوي كنت بطلعها واسيبها تبرد شوية، وبعدين أدخلها الفرن عشان تتحمر. قبل المغرب بشوية كنت بقطع السلطة، طماطم وخيار وجرجير وبصل خفيف مع رشة ملح وليمون. وما كنتش بنسى العصاير أبدا، عصير بلح باللبن وكمان عصير برتقان فريش عشان العيال كانوا بيحبوه قوي. وقبل الأذان بدقايق السفرة كانت بتبقى متظبطة ومتجهزة، ولما الأذان بيأذن كنت بمسك التمرة وأقول الدعاء: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبقول الحمد لله اللي بلغنا رمضان. ياه على الفرحة دي. بعد الفطار كنا بنصلي المغرب، وبعدين كنت بدخل المطبخ تاني عشان الحلو بقى. كنت بقعد أحشي القطايف بالمكسرات وجوز الهند، وأحط الكنافة في الصينية وأدخلها الفرن، وأعمل الشربات على النار، سكر ومية وليمون، وأسيبه يغلي لحد ما يبقى تقيل شوية. وبعدين أطلع الكنافة وأسقيها، وأقلي شوية قطايف وأسقيهم شربات برضه، ولا يمتلئ البيت بريحة الحلويات الرمضانية. تعرفوا كنا بنصلي العشاء وبعدين نروح نصلي التراويح في المسجد اللي جنبنا. الجامع كان بيبقى مليان نور وصوت الإمام يهدي القلب. لما نرجع البيت كنا بنقعد أنا وجوزي وبنتي وابني في الصالة، وقدامنا طبق كنافة وطبق قطايف، ناكل حتة ونتكلم ونضحك. وكان في عادة حلوة قوي، بعد ما ناكل الحلو كنا بننزل نقعد شوية في الشارع. الجو كان بيبقى لطيف والعيال ماسكين الفوانيس وبيغنوا وبيجروا. بعد ما نرجع البيت كنت ببدأ أحضر السحور، بطلع كيس فول من اللي كنت مفرزاه وكيس طعمية، بقرصها بإيدي وأحمرها، وبعمل بطاطس صوابع متحمرة عشان العيال كانوا بيحبوها. نتسحر مع بعض، وبعد أذان الفجر نصلي، وبعدها كنت بقعد دقيقة كده أبص للبيت وهو هادي في نور الفجر الخافت، وأقول الحمد لله. وكده يا أحبائي دي كانت ذكرياتي مع أول يوم رمضان، وإزاي كان الروتين بتاعي في تجهيز الفطار. الحنين لأيام زمان بيفضل في القلب ولا بينقطع، وفي كل رمضان بفتكر الناس اللي راحوا وسابونا، والذكريات الحلوة اللي ملونة أيامنا. رمضان كريم يا أحبابي، وكل سنة وانتوا طيبين. ما تنسوش تدعولي